وصفة النهاردة ملهاش حل. قبل أي حاجة احفظيها عندك للعزومات عشان هتنفعك جدا. جديدة كده ولازم تكون على سفرتك، اقتصادية كمان وطعمها حلو، حلاوة مش طبيعية. هتحسي كده انك بتاكلي حمامة محشية وشكلها لوحده يفتح النفس. مين يصدق بقى ان الجمال ده كله بنص كيلو فراخ بس؟ شجعوني بلايكات كتيرة قوي، وما تنسوش تقولولي تسلم ايديكي يا ميوش. عشان نعمل الوصفة القمر دي هحتاج نص كيلو من صدور الفراخ او البانيه مقطعاها قطع كده، واحطها في الكب. طبعا لو عندكم وراك ممكن تعملوا ميكس هيبقى احلى، ولو هتعملوها بالصدور بس يبقى لازم نضيف عليها سواء زبدة او دهن حيواني، يعني حوالي 50 جرام. انا ضفت زبدة، ومعايا كمان نص كوباية من البقسماط، والبهارات بقى اللي هضيفها نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود والبابريكا، ومعلقة من الملح والمرقة او بهارات الفراخ. هفرمهم بقى كويس جدا جدا، انعمها كده زي ما بنفرم يعني عجينة اللانشون كده، تبقى كريمي خالص معايا. هنا كده كانت محتاجة فرمة شوية كمان، فكملت فرم فيها لحد ما وصلت معايا للشكل ده. قوامها هيبقى كده متماسك وناعم خالص ومش ملزقة في الايد، ولو في كده اي جلد او عروق لازم نتخلص منها. غطيتها ودخلتها التلاجة لحد ما نحضر الحشوة. حلة على النار تكون فاضية كده، نزلت عليها بمعلقة كبيرة من السكر. اسيبه بقى على النار لحد ما يتكرمل وياخد معايا لون حلو كده. لما اتاكد بقى ان السكر كله داب، انزل بمعلقه كبيره من السمنه. بعد كده انزل عليهم بصلايه مفرومه ناعم، واقلبها شويه كده في السمنه. زودت عليها كمان شويه من الزيت، اقلبها كده لحد ما البصله تطرى وتدبل. بعد كده معايا كبده فراخ مقطعها قطع صغيره كده، بالظبط كانوا 3 وحدات. طبعا لو حابين تحطوا كمان قوانص أي برضو تقطعوها صغير كده. هشوحها على نار عاليه لحد ما لونها يغير كده وتدخل في السوا. هضيف عليها ورقة لورا وحبهان وكمان ملح وفلفل و7 بهارات. هقلبهم كده مع الكبدة والبصل. التوابل كده تطلع الريحة الحلوة بتاعتها. ضفت كمان نص معلقة صغيرة من القرفة، وآخر حاجة ودي اختياري معلقة من المرقة الفورية. نزلت على الكلام ده بكوبايتين ونص من الرز المغسول والمتصفي. اشوحه بقى كويس معاهم كده لحد ما الرز يسخن، والريحة في الوقت ده كانت جميلة جدا. طبعا احنا بنعمل رز بالخلطة، ودي هتبقى حشوة حلوة قوي، هتحسوا كده ان انتوا بتاكلوا حمام. كملوا معايا بقى عشان بجد الوصفة خطيرة وجديدة وسهلة قوي قوي. ما تنسوش بقى لايك عشان بجد بيفرق معايا جدا. بعد كده نزلت على الرز بكوبايتين ونص من المية المغلية، وتدوقوا بقى المية تظبطوا بقى الملح. محتاجة توابل، احتاجت اي حاجة، انا احتجت ازود ملح. لما بدأ بقى يغلي معايا كده هغطي عليه وهسيبه على نار هادية يستوي براحته خالص. قسمت الفراخ كده لقطع متساوية بالتقريب يعني. عملوا معايا كده 5 قطع. الرز هنا كان خلاص استوى، سبته كده يبرد شوية قبل ما أبدأ أحشي. بصوا مفلفل وحلوة قوي. خدت جزء كده من الرز وهنبدأ نحشي بقى. فتحت كيس تلاجة مسحته مسحة من الزيت، وهاخد قطعة كده من عجينة الفراخ هفردها بإيدي كده. بعد كده كملت الفرد بتاعها بالنشابة. بنخلي بقى السمك بتاعها متوسط، ما تكونش رفيعة قوي ولا سميكة. بعد كده جبت بولة كده بالحجم ده واحطها فيها، وابتدي بقى ان انا اظبطها جواها كده. ولو في اي جزء كده حاسه ان هو يعني خفيف كده، باخد حته صغيره كده وبلزقها عليها. ابتدي بقى املاها بالرز بالخلطه الجامد ده. طبعا هو مستوي، فهنملى بقى براحتنا خالص، ما نقلقش. بعد ما حطيت الرز كده ببتدي بقى اقفل عليها بكل سهوله. العجينه عايزه اقول لكم سلسه ومرنه جدا ومتماسكه قوي، بتتشكل معاكم كده بكل سهوله. بعد ما بقفلها بساوي فيها كده بقى، عشان ايه؟ دي هتكون القاعده. فبنعمها بالشكل ده، وبتطلع بسهوله طبعا بسبب الكيس اللي احنا حاطينه. صينيه اكون دهنها سمنه واحطها فيها. نعمل واحده كمان. افردها، اخدها بكيس كده احطها جوه البوله، املاها بالرز. وطبعا ممكن تحشوها اي حشوه تانية، ممكن رز اصفر، رز اصفر بالبسله والجزر. ممكن تضيفوا على الرز ده مكسرات وزبيب، ممكن رز باللحمه المفرومه. افكار كتيره قوي للحشوات، بس الحشوه دي كانت رهيبه. اي تنايات كده من الكيس بسويها كده بصباعي، عشان ايه؟ يبقى شكلها حلو كده ومظبوط. الحلو فيها بقى انكم تقدروا تعملوها بالحجم والشكل اللي انتوا عايزينه، يعني بتاخد شكل وحجم الحاجة اللي بتحطوها فيها. بعد كده حطيت معلقة كبيرة من معجون الطماطم، رشة من الملح والفلفل الأسود، نقطتين من الزيت، وحطيت كمان معلقة صغيرة من الصويا صوص، ممكن تستغنوا عنها خالص. نقلبهم مع بعض كويس وناخدها ندهن بيها الوش. ده بقى هيديها لون حلو قوي وطعم حلو كمان. وهدخلها على فرن سخن كويس جدا على تاني رف من تحت. النار تكون عالية، والفراخ كده كده طبقة رفيعة قوي، والرز أصلا مستوي فمش هتاخد كتير في الفرن.
خدت معايا 35 دقيقة على نار عالية، وقلبتها كده اشوفها من تحت، لقيتها خدت لون جميل كده من تحت. قفلت بقى الفرن وفتحت عليها الشواية، يا دوب كده تاخد اللون الحلو ده ونطلعها على طول. ولما طلعت دهنت وشها بالسمنة البلدي، والله بقى على الريحة والشكل الرهيب. هرصها بقى على باقي الرز بالكبد بالشكل القمر ده، ورشة كده من الخضرة على الوش. ووعدك ان ده هيكون اول طبق هيخلص على سفرتك من جماله. عايزة اقول لكم حجمها كبير وحرفيا ما يتشبعش منها. طعم كده الفراخ لذيذ جدا، الرز شارب كده كل الطعم الحلو، وفي حتة تانية بجد. رز مفلفل ويجنن. بصوا شكلها من جوه عامل ازاي. احلى حاجة بقى تمسكوها كده وتقطموها زي الحمامة، وادعولي بقى. بجد يومي يومي. لايكات كتيرة بقى للفيديو، وتسيبولي كومنت قمر زيكم، واستنوني في وصفات جديدة ان شاء الله.